أن يعدوا القوة وأن يعدوا الخيل للجهاد في سبيل الله عز وجل. قد حصلت وأن المعركة هي معركة فاصلة، معركة بين الإيمان والكفر، فاختاروا الخندق الذي تكونون فيه. يا قبائل الشرف في كل مكان من أهل الإسلام، أن الجهاد في سبيل الله عز وجل يقوم على 3 أمور لا بد منها. الأول على الرجال الصادقين الشجعان الثابتين البواسل الأبطال الذين يريدون الله والدار الآخرة. الأمر الثاني السلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، فلا بد من إعداد السلاح، فرجال أشاوس بلا سلاح لا يقوم الجهاد على ذلك، فلا بد من سواعد شديدة تحمل أسلحة. الأمر الثالث الدينار والدرهم، الذي لا يقوم جهاد في سبيل الله عز وجل إلا بها. لذلك حث الله عز وجل على الإنفاق في سبيل الله. الحمد لله رب العالمين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. الآية. فيأمر الله عز وجل المؤمنين أن يعدوا القوة وأن يعدوا الخيل للجهاد في سبيل الله عز وجل. اعلموا أيها المؤمنون، يا قبائل الشرف في كل مكان من أهل الإسلام، أن الجهاد في سبيل الله عز وجل يقوم على 3 أمور لا بد منها. الأول على الرجال الصادقين الشجعان الثابتين البواسل الأبطال الذين يريدون الله والدار الآخرة، ويريدون أن يعلوا كلمة الله عز وجل، فيجاهدون في سبيل الله. فلا يقوم الجهاد إلا على سواعد الرجال الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل رخيصة، يريدون ثمنا غاليا عاليا، وهي الشهادة في سبيل الله، لينالوا أعلى درجات الجنة عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني السلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، فلا بد من إعداد السلاح، فرجال أشاوس بلا سلاح لا يقوم الجهاد على ذلك، فلا بد من سواعد شديدة تحمل أسلحة عظيمة، أسلحة تفلق بها هام المشركين الكافرين المنافقين. ومعلومة أنواع الأسلحة قديما وحديثا التي لا يستغني عنها المجاهدون في سبيل الله عز وجل. الأمر الثالث الدينار والدرهم، الذي لا يقوم جهاد في سبيل الله عز وجل إلا بها.
لذلك حث الله عز وجل على الإنفاق في سبيل الله، وحذر من التهاون والبخل والتكاسل عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل، فرغب في ذلك ترغيبا عظيما، ورهب من ترك ذلك ترهيبا عظيما، مما يدل على أهمية أن